لكن الملك عبد العزيز علاقته كلها بالدرجة الأولى مع إنجلترا، لدرجة إن أنا لما أشوف الوثائق أشوف في عملية إنشاء الجامعة قبلها يعني في جوابين مهمين جدا، لأنه اللي بينهم هو شهر تقريبا. الجواب الأولاني بيقول في الملك بيتكلم على موضوع الجامعة العربية، فهو بيقول أنا لن أفعل إلا ما تطلبه مني الحكومة البريطانية، أنضم إلى هؤلاء الجماعة في الجامعة العربية. أنا بتكلم على برقية طلعة من جدة في إبريل. بيقول لتشرشل، بيقول له أنا لن أفعل في شأن الجامعة العربية إلا ما تنصحوني به، فإذا رأيتم أن أنضم إلى هؤلاء الناس أنضم، وإذا رأيتم أن أبقى بعيدا فسوف أبقى بعيدا، وإذا انضممت وإذا انضممت فلكم أن تظلوا مطمئنين إلى صداقتي الأبدية لكم وصراحتي معكم، وسوف أحاول أن أكون صريحا مع بقية زملاء العرب لكي يفهموا أن علاقتنا بالإمبراطورية البريطانية أو بحكومة هير ماجستيز جفرمنت علاقة قوية وأبدية ووثيقة.